إياني وإياه تكسرين الحدود بينك وبين أي رجل. لا تقولي لي زميل، لا تقولي لي صديق، لا تقولي لي أي شيء، ولا تقولي لي حتى مثل أخوي. الحد لما ينكسر يفتح أبواب يمكن الطرف الآخر هو في الأساس يبيك تفتحينها حتى يحقق شيء داخله. اسمحوا لي، ترى كل العلاقات تبدأ بود، محبة، اهتمام، كلمات، وبعد فترة يبتدي شوي شوي يكسر حد حاجز حاجز، وتبدأ بكلمات طبيعية، بس مع الوقت تتعودين وتسمحين له يدخل مساحات هو ما له حق فيها، يسألك عن يومك، مشاعرك، شريك حياتك، ثم يعني ايش تحبين، شنو تكرهين، وانت في الحقيقة يمكن بقول ما تعرفين النوايا. انت قاعدة تتعاملين بمفهوم الصداقة والاهتمام وحسن النية، ويمكن تتغافلين ان اللي قاعد يسويه والأسئلة وهذا القرب كسر مش بس لحدودك، لا، كسر لأشياء كثيرة، لحشمتك، حياتك. كل علاقة فيها كسر حدود، أنا آسف حقكم علي، معناته بلوى بتصير، معناته انزلاق. وبعد أعتذر مرة ثانية، ما عندي شيء اسمه عادي بين رجل وامرأة، في شيء اسمه احترام، في شيء اسمه تقدير، في وقار. اي نعم. وإذا كنت متزوجة فأنت ترى تحملين اسم رجل، كل كلمة، كل تواصل، كل تجاوز أسف طعنة في ثقته حتى لو كان ما يدري. وإياك مرة ثانية تفتحين باب قد يقودك إلى ألم ما تتوقعينه، وهالصداقة تتحول إلى أنك تخسرين نفسك، زوجك، أسرتك، حياتك باسم الصداقة.